المهم دلوقتي ايه الفرق بينه وبين الماضي البسيط؟ والفرق دي بيستخدموه كاستخدام ثالث للمضارع التام. بس انا شايف ان هو تفرقه مش اكتر يعني، خليك معايا خليك معايا. الفرق بين المضارع التام والماضي البسيط ان الاثنين حصلوا في الماضي، بس الماضي البسيط خلص خلاص، انما المضارع التام لسه موجود لحد دلوقتي. تمام. الاستخدام الثاني بقى اللي عايزكم تعرفوه، وهو ان المضارع التام مش محتاج انك تحدد لي فيه امتى. يعني لما تقول لي مثلا انا زرت الاهرامات، ما تحددليش انت زرتها امتى، مش عايز اعرف، ما تدخلنيش في تفاصيل. عكس الماضي البسيط، هتقول مثلا انا زرت الاهرامات، ايوه امتى بقى؟ مثلا السنه اللي فاتت، طب تمام او كده. طب لو خدنا مثال مع بعضنا دلوقتي، وقلت لك مثلا I have visited the pyramids. مثال تاني بقول لك I visited the pyramids، وقلت لك حط هنا last year، فأي واحدة من النقط دول أنهي واحدة صح؟ الأولى ولا الثانية؟ الثانية. ليه؟ لأنها ماضي بسيط. I visited the pyramids last year. تمام كده؟ الماضي البسيط بيفضل يعني إنك تحدد له. طيب شايف الكلام اللي أنا قلته دلوقتي ده؟ هو بيستخدم بس غالبا في الكتابة، انما غالبا في الحالة العادية مش مستخدم اصلا، يعني تحدد ما تحددش دي حاجة تخصك يعني، مش هتفرق بصراحة يعني. بس لو عندك اي سؤال اكتب في التعليقات وانا ان شاء الله هرد عليك يعني. مع السلامة.